اكتشف جاك مكبا مهجورا لعربات التخييم في غابة مقفرة، ومن باب الفضول سار نحوه ببطء. لم يستطع أن يفهم لماذا تركت مركبة في برية غير مطورة كهذه، والأغرب من ذلك أن باب عربة التخييم كان مقفلا بإحكام. لم يخيفه هذا ويدفعه إلى الابتعاد، بل جعله أكثر فضولا. صعد فوق صندوق ووصل بسهولة إلى النافذة، وعندما أزاح الستار رأى لعبة موضوعة على طاولة في الظلام، فظهرت ابتسامة فورا على وجه جاك جعلته رؤية الجندي اللعبة ينسى الخطر الذي كان يتوقع في الأصل أن يواجهه، ومن دون تردد تسلق عبر النافذة ودخل عربة التخييم. لم تكن لديه أي فكرة أن هذا القرار سيغير حياته إلى الأبد. وبينما كان يتفحص اللعبة في يده صدر ضجيج عال فجأة من جانبه، وبعد لحظة خرج ظل من العتمة أجبره المشهد المفاجئ على التراجع مرارا من الخوف. ومع اتضاح ملامح ذلك الظل المظلم تدريجيا وجد نفسه محاصرا في زاوية، ولدهشته انحنى الغريب ثم دفع نحوه سيارة لعبة بلطف. جعلت هذه الإشارة البسيطة جاك يتجمد في مكانه. عندها فقط أدرك أن ذلك الكائن الغامض كان في الحقيقة شخصا آخر. وليفهم ما كان يحدث جمع جاك شجاعته ومد يده بحذر ليأخذ سيارة اللعبة. ومع اقتراب الشخص الآخر أكثر بدأ خوفه يتلاشى ببطء، لأن من كان يقف أمامه لم يكن سوى صبي في مثل عمره تقريبا. ولسبب ما شعرا فورا بوجود رابط بينهما، وكان جاك لم يرى أي شخص غير أبيه منذ مدة طويلة. سرعان ما أصبح الاثنان صديقين، وخلال حديثهما عرف جاك أن اسم الصبي هو إيثن. لكن سؤالا واحدا ظل عالقا في ذهنه: كيف انتهى المطاف بإيثن في الغابة بالضبط؟ وسرعان ما حصل على إجابته. في طريق عودته إلى المنزل لاحظ جاك أن شخصا ما يبدو أنه يتبعه، وكلما اقترب من البيت ازداد هذا الشعور قوة. وعندما توقف أخيرا ووقف ساكنا ظهرت امرأة تحمل بندقية فجأة خلفه. لمحها جاك من طرف عينه، عمل عقله بسرعة باحثا عن طريقة للهرب. في تلك اللحظة بدا الركض هو الخيار الوحيد. استعد جسده غريزيا للفرار، لكن قبل أن يتحرك نادته المرأة وأوقفته، وهي تعرف أنها تستطيع إطلاق النار في أي لحظة. فعل جاك ما طلبته على مضض، ثم حدث شيء غير متوقع. أنزلت المرأة سلاحها ببطء، وبعد لحظة وقع نظرها على الجندي اللعبة بين ذراعي جاك. كان هدية من إيثن قبل أن يفترقا، وكأنها فهمت شيئا تبدل تعبيرها فورا، حتى إنها ذكرت جاك قبل أن ترحل، ثم رمت له كيسا صغيرا من التوت البري. تركه تغير موقفها المفاجئ في حيرة شديدة، ومع ذلك غادر فورا. وبعد أن اختفت المرأة تماما عن ناظريه خطرت فكرة في ذهنه، جمع شجاعته وخرج من خلف شجرة. وكما توقع كانت المرأة تحتضن إيثان وتخبره بما حدث للتو. وعندما رأى الأم والابن يتعانقان شعر جاك بحسد عميق، لأنه لم يختبر شيئا كهذا من قبل. وبقلب مضطرب عاد جاك أخيرا إلى المنزل. منذ طفولته أجبره أبوه على العيش في هذه الغابة المعزولة. كان هذا دائما شيئا لا يستطيع جاك فهمه. لم يعرف أبدا لماذا اختار أبوه حياة كهذه، لكن على مر السنين وجد بعض الأدلة. كلما كان أبوه ثملا كان يتمتم بكلمات غريبة وغير واضحة. كان يقول إن العالم خارج الغابة مليء بالخطر، وإن كل من يغادر سيصبح قوقعة بلا مشاعر. لكن جاك لم يصدق ذلك أبدا، وبسبب طبيعته المرحة فشل في إكمال مهمة جلب الماء. وخوفا من أن يوبخ عانق خصر أبيه، آملا أن يعوضه قليل من القرب عن خطئه، لكن أباه دفعه بعيدا دون تردد. ومع ذلك لم يكن جاك حزينا كثيرا، لأنه اعتاد منذ زمن طويل على برود أبيه. ومنذ ذلك اليوم كلما سنحت له الفرصة كان جاك يذهب للقاء إيثن. ملأت صداقة إيثن الفراغ في حياته الوحيدة، وجعلته رقة إيميلي يفتقد أمه أكثر. ولفترة من الوقت ظن أن الحياة ستظل هكذا، لكن حادثا مرعبا دمر عائلتين بالكامل. في أحد الأيام بينما كان جاك وأبوه يصطادان سمع فجأة طلقات نارية في الغابة. أدرك أبوه أن خطرا ما قد يكون قريبا، فأمره فورا بالاختباء. ثم أمسك بندقيته واندفع نحو اتجاه الصوت. وبعد وقت قصير سمع جاك وهو مختبئ خلف شجرة طلقة أخرى. بدافع الفضول تبع الآثار التي تركها أبوه، وكلما تقدم ازداد قلقه. بدأ إحساس مشؤوم يملأ صدره تدريجيا. وعندما وصل أخيرا إلى المكان رأى مشهدا لن ينساه أبدا. كانت إيميلي تمسك بذراعها المصابة جاثية على الأرض من الألم، وفي الجهة المقابلة كان يقف أبو جاك حاملا بندقية. صدم هذا المشهد جاك بشدة حتى تراجع مترنحا مرارا قبل أن يفهم ما كان يحدث. ثم دوت طلقة أخرى، سقطت إيميلي بقوة على أرض الغابة. استدار جاك فورا وركض، وأثناء ركضه خطرت فكرة في ذهنه: ربما أعاقت إيميلي منطقة صيد أبيه عن طريق الخطأ، وهذا الخطأ أدى في النهاية إلى المأساة. بعد عودته إلى المنزل لم يقل جاك شيئا، استلقى ببساطة على السرير بهدوء. لم يستطع أن يصدق أن أباه يمكن أن يكون قاسيا إلى هذا الحد. وما حدث في ذلك اليوم ذكره أيضا بلحظة من الماضي. قبل سنوات كثيرة رأى جاك ذات مرة مقطع فيديو لأمه، وكان وجهها ممتلئا بالرعب خارج البث، وكان صراخ أبيه الغاضب يسمع بوضوح. ثم انقطع الفيديو فجأة، وبجمع كل ما حدث اليوم بدأ شك مرعب ينمو في ذهنه. ربما ماتت أمه أيضا بسبب أبيه، ومن أجل الهروب من هذه الحياة اتخذ جاك قرارا سيغير مصيره. في تلك الليلة وبينما كان أبوه نائما قيد معصم أبيه بهدوء بالأصفاد، ثم أخذ مسدسا من رف قريب ووضعه في حقيبته. قرر أن يرحل ويذهب إلى العالم خارج الغابة، ومن دون أي تردد بدأ جاك يركض خائفا من أن يؤذي أبوه إيثان بعد ذلك، وأخذ إيثان معه أيضا. أثناء هروبهما سأل إيثان: أين ذهبت أمي؟ صمت جاك للحظة ثم قال بهدوء: لقد رحلت.
لكن عندما رأى عيني إيثان البريئتين غير إجابته وأخبره أن أباه حولها إلى تراب. لم يفهم إيثان البريء الأمر تماما، اكتفى بأن يعانق جاكي بحرارة ولم يعد هناك شيء يعيقهما. تحرك الصبيان تدريجيا نحو حافة الغابة. هو حتى تلك اللحظة لم يواجه أي خطر. جعل هذا جاك أكثر اقتناعا بأن كل ما قاله أبوه كان كذبا. لكن في تلك اللحظة ومن أعماق الأشجار القريبة صدر فجأة صوت حفيف غريب، وكان الصوت يقترب منه بسرعة.